اوبو حبت تفاجئنا كلنا وتنزل بالجيل الجديد قبل شهر واحد. قالت الفايند اكس 8 وهما اتنين، فايند اكس 8 وال8 برو، مفيش الترا، ودي حاجه غريبه شويه. رجعوا في كلامهم ولا ايه؟ لا ما رجعوش، لسه هينزل في شهر واحد لشهر 3 تقريبا، مش متاكد. البرو واخد ميزات الالترا، مقاومه المياه، معيار اي بي 69، كاميرتين بيروسكوب، معالج دايمنسيتي 9400. الالترا الجديد هينزل بسناب دراجون 8 اليت، ده الفرق بس بينهم. النهارده هنعرف كل تفاصيل البرو ونقارنه مع الاتش 7 الترا، وللعلم التسريبات اللي قلتها طلعت صح. استني ايه؟ اللايك والاشتراك اتعمل خلاص، يلا نبتدي. بيقدم تجربة محترمة جدا مع المعالج الجديد الدايمنسيتي 9400 بدقة تصنيع 3 نانومتر زي سناب دراجون 8 اليت، وعلى تقييم انتوتو عامل 3 مليون نقطة، رقم خارق جدا هنشوفه كتير السنة دي. هو تطوير كل سنة بس السنة دي نازلين بحاجة تقيلة شوية، مع تردد 120 هرتز سريع وسلس في الحركة والتنقل، وخصوصا السوفت وير الجديد جميل. وفي الالعاب معالج الرسوميات لوحده عامل 1,300,000 نقطة. تخيل تجربة اللعبة هتكون عاملة ازاي. وبابجي طبعا عارفين يعني 120 فريم، اكيد مش هينزل اقل من كده. مع تجربه صوت ستيريو محيطي هتعجبك جدا. ولو بصينا على الشاشه هتلاقي كام تعديل بسيط، الجوده من 2K بقت 1.5K، ولاحظ اني بقارن بال7 الترا. نسبه الشاشه لجسم الموبايل من 90.3% بقت 89.8%، تطوير بالعكس. مقاس الشاشه من 6.82 انش بقى 6.78 انش. الشاشه الكيرف بقت فلات، وده هيعجب مستخدمين كتير. لكن زي بعض من نوع TPO اموليد بتدعم مليار لون، سطوع 4500 شمعة، مع شهادات حماية العين والجفاف، معدل تعتيم 2160 هرتز، والتصميم فيه شغل واضح جدا. كاميرا البيروسكوب نقلوها الجنب، بس كده التصميم خلص. مش عاجبني بصراحة ان هم لغوا التصميم القديم، ورسمة الظهر كانت جميلة جدا. انا عن نفسي مش بفضل الشكل العادي، وده مش طبيعي في اوبو، متعودين على افكار جديدة كل سنة، مع وجود فريم من سبائك الالومنيوم ومسطح بالكامل شبه الايفون. وتلاحظ ان اغلب الشركات السنة دي نازلة بنفس الفكره، والطبيعي في الفئه دي الظهر ازاز. والاجمل ان السمك قل جدا، من 9.5 مللي بقى 8.2 مللي، محترم جدا. الوزن من 221 جرام بقى 215 جرام، مش فرق كبير. والاجمد انه بيدعم مقاومه مياه معيار اي بي 68 و69، وبيدعم شريحتين نانو، مفيش اي سيم. غريب الصراحه، مش مدعومه ليه لحد دلوقتي. مع ال 5G، واي فاي 7، بلوتوث 5 و4، وان اف سي، واي ار بلاستر خاصيه الريموت، واعلى نسخه مدعومه بالاتصال عن طريق الاقمار الصناعيه، وده هتلاقيه موجود كتير جدا في اصدارات الفلاج شيب الجديده. وطبعا التوقع بتاعي طلع صح، الزرار الجديد سميه كاميرا كنترول، زرار جديد زي ما تحب، ولسه وضحه في جزء الكاميرات بالتفصيل. نقله كبيره في السوفت وير، نازل بالواجهه الجديده الكالر او اس 15 مع اندرويد 15، قريب جدا في الحركات والنقلات والاستخدام من الايفون، مع انيميشن جميل وحركه سلسه جدا. وطبعا شبيه الدايناميك ايلاند، هتلاحظ ان كل الشركات نازله بيه السنه دي اجباري، مش عارف ليه بس هو حلو صراحه وانا بفضله، مع سرعه في الحركه والتنقل وفتح وقفل تطبيقات بمساعده المعالج والتردد والسوفت وير. وما تنساش يا صديقي وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس واي كلمه حلوه تشجعني. استمر، عاش، برافو، جامد، الكلام ده مش هوصيك. وكفايه كده، ويلا نشوف التطوير اللي حصل في الكاميرات، مع 4 كاميرات و4 خمسينات. الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري وتركيز ليزر، والثانيه 50 ميجا بيروسكوب زوم مع مثبت بصري و3 اكس اوبتيكال، والثالثه 50 ميجا بيروسكوب برضه مع مثبت بصري لكن 6 اكس اوبتيكال، والاخيره 50 ميجا الترا وايد زي القديم. في وجود الزرار الجديد زي كاميرا كنترول في الايفون، تقدر تفتح الكاميرا او تصور او تتحكم في الزوم واعدادات الكاميرا، تطوير محترم جدا. مش هتكلم عنه لوحده، هضيف معاه الفيفو اكس 200 برو، ويلا نبتدي. تحسهم زي بعض، بس فيفو الوانه اغمق درجه بسيطه، تفاصيل محترمه في الاثنين، لكن اوبو لون السما مايل للازرق، فيفو العكس، هنا لون السما مايل للازرق مع الوان اغمق درجه، عكس اوبو الوانه واضاءته فاتحه، تفاصيل محترمه في الاثنين. افضل فيفو اكتر في التفاصيل، لكن الوانه غامقه، عكس اوبو الوانه فاتحه، تفاصيل اقل شويه في الورق والزرع. وبص كده على السما وقول لي مين افضل ليك في الكومنتات. الوان واضاءه افضل في اوبو ممتاز جدا، برغم ان فيفو حلو وتفاصيله اوضح. لو بصيت على المبنى هتلاقي اوبو متفوق الوان واضاءه، عكس فيفو غامق. وفي السما افضل اوبو، لكن الميه تحسهم زي بعض. في الالترا وايد فيفو متفوق جدا، الوان، تفاصيل
تفاصيل وضوح اعلى، اضاءه افضل. هفضل فيفو برغم ان الوان اغمق شويه لكن واقعيه اكتر من اوبو. اوبو تحسه فاتح زياده فخسر تفاصيل الشجره. تحس الاتنين زي بعض وده محير شويه. هسيبك تختار بنفسك وتقول لي في الكومنتات. الزوم جميل في الاتنين، محتار بينهم جدا، نسخه زي بعض. واضح تفوق الاوبو في المبنى جدا، تفاصيل اوضح وافضل، لكن فيفو تحس تفاصيل مرسومه. ركز كويس بينهم. انا بفضل الوان فيفو في درجه اغمق من اوبو وده افضل، بس مش عيب في اوبو خلي بالك، والاتنين محترمين في التفاصيل جدا، ما تعرفش تفرقهم عن بعض. لو عملنا زوم هتلاقي الاتنين محتفظين بتفاصيل محترمه جدا ودرجات لون زي بعض، اضاءه ثابته. في النايت مود هتلاقي الاتنين زي بعض، خصوصا الصوره دي تفاصيل محترمه في الاتنين وواضحه كفايه. اغرب حاجه في الصوره دي المبنى الازرق في فيفو معرفش يوضحه صح، عباره عن لون، لكن اوبو وضحه كويس وظبط اللون، والصوره في المجمل كويسه في الاتنين. في تفاوت بسيط في الاضاءه والالوان لصالح فيفو، محتاج تدقق شويه وهتعرف الفرق بنفسك. ركز كويس في الصورتين كويس قوي عشان تحدد بنفسك مين الافضل وتكتبه في الكومنتات. اضاءه اوبو افضل بس فاتحه زياده، موضحه تفاصيل الشجر كويس، لكن فيفو غامق زياده وابتدى يفقد التفاصيل. لكن هنا العكس، فيفو افتح عكس اوبو، الوان اغمق تفاصيل اوضح درجه. اوبو متفوق جدا في الزرع، واضح الوان واضاءه افضل، والمبنى موضحه كويس والكلام بدون برسله. افضل اوبو موضح الزرع كويس جدا بالوان ازيد شويه، لكن فيفو تحس الزرع مطفي وغامق. كفايه صور ونشوف تصوير الفيديو، هو بيصور فيديو 4K لحد 60 فريم، مفيش 120 ولا 8K. الاتنين تحسهم زي بعض، الوان وتفاصيل محترمه جدا، بس فيفو ثابت زياده في المشي، واوقات بتحس فيفو الوانه اغمق درجه خصوصا لو ناحيه ضوء عالي. طبعا واضح التفاوت لصالح مين، فيفو محترم جدا تفاصيل واضحه، لكن اوبو مهزوز مش عارف يقرا التفاصيل والضوء كويس، مش هفضله صراحه. والسيلفي معاك كاميرا 32 ميجا بكسل وبتصور فيديو 4K 60 فريم برضه، حلو افضل من فيفو في تفاصيل الوش والاضاءه. اوقات بس بيكون غامق زياده. مع الجري انت اكيد شايف مين الافضل والثابت اكتر، اكتبوا في الكومنتات. البطاريه فيها ميزه حلوه جدا، بدل ما كانت 5000 ملي امبير بقت 5910 ملي امبير، بيفكروني بارقام شاومي وايفون. البطاريه دي من نوع جديد باسم سيليكون كربون، لكن هتزعل لما تعرف ان الشحن ال 100 واط اتشال وبقى 80 بس، مش عارف ليه صراحه. المفروض مع البطاريه الكبيره تحط شحن اكبر مش اقل. ونزل لك بنفس الشحن لاسلكي ال 50 واط، ومده الشحن متوسط 50 دقيقه. مش عاجبني لكن هو بيستمر معاك فتره استخدام طويله. ونزل لك بنسختين رام 12 و16 زي الجيل القديم من نوع LPDDR5X، ومساحه التخزين من نوع UFS 4 زي القديم، والثلاث انواع 256 و512 و1024 جيجا دي الجديده. ومش بعيد عن تركيب كارت ميموري. باختصارا كده هنعرف الموبايل ده يستاهل وتشتريه ولا لا. صراحه عجبني الكاميرات وتقدر تنافس بقوه مع اي فلاج شيب، لكن ما عجبنيش ان مفيش تصوير فيديو 8K. عجبني المعالج الجديد نازل بتطوير كبير جدا عن الجيل القديم، لكن ما عجبنيش الشحن الاصغر برغم انه 80 واط. عجبني تصميم الكاميرات واللون الازرق، لكن ما عجبنيش انه نازل بالسعر ده بجوده 1.5K بس، خلوها 2K زي المنافسين. عجبني السوفت وير الجديد وميزه الاتصال عن طريق الاقمار الصناعيه، والاجمل مقاومه الميه معيار IP 68 و69. والسعر حكايه، تخيل ان نسخه 12 مع 256 جيجا في الصين بسعر $743 بس، قريب جدا من سعر فيفو اكس 200 برو. والنسخه اللي بتدعم الاتصال بالاقمار الصناعيه 16 مع 1 تيرا بسعر $953، مقبول وافضل من الايفون. ده لو وصل عندك قول 50 ل $100 زياده، يعني $850 اقصى حاجه لاقل نسخه. فده انصح بيه جدا لو مهتم بتجربه فلاج شيب متكامل وبسعر اقل من سامسونج والايفون، هيكون مناسب معاك جدا. وخلي بالك ده اصدار صيني ولسه الاصدار العالمي هينزل قريب، واكيد بسعر اعلى. ما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، واشتراك ولايك. عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد لايكات، واتمنى اكون اول مراجع عربي اتكلمت عنه بالتفصيل ووضحت كل المميزات والعيوب. ولازم تكون عندي على فيسبوك، يوتيوب، انستجرام، تيك توك، عشان نكبر العيله اكتر ونكون اكبر محتوى تك في الوطن العربي باذن الله. دمتم بافضل حال، سلام.